واهلا بيكي في الدرس الخامس من كورس الميك اب بتاعنا. لو انت عايزه تبقي ميك اب ارتست او حتى تتعلمي ميك اب لنفسك فسلسله الفيديوهات دي هتفيدك جدا. وللي ما يعرفنيش انا مونيكا ميك اب ارتست، والقناه هنا محتواها اي حاجه ليها علاقه بجمالك، ميك اب، سكين كير، شعر، ريفيوهات. يعني هتتبسطي معانا. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الزر بتاع الجرس عشان اول ما انزل اي فيديو جديد تجيلك نوتيفيكيشن على طول. وزي ما قريتي على عنوان الفيديو، احنا النهارده هنتكلم عن الكالر كوركتنج، يعني ازاي تصححي وتخفي اي عيوب في البشره كالوان وتوحدي لونها. احنا ماشيين بالترتيب ده، الدرس الخامس فيه 4 دروس قبله، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكربشن عشان تبقي مجمعه وفاهمه معايا. ماشيين بالترتيب في تحضير البشره وي لحد ما وصلنا للمرحله دي ان احنا نخفي العيوب بتاعه البشره قبل ما نحط الفاونديشن. والفيديو اللي فات لو تلاحظوا الفيديو قطع فجأة كده، قررت ان انا ما طولهوش اكتر من كده. كنا بنتكلم عن البرايمرز باستفاضة وجيت دور بقى على الكالر كوركتنج، فحبيت ان انا اكمله في فيديو تاني لوحده. فيلا بينا نشوف. الموضوع ده لذيذ بشكل فظيع، هتحبيه لان فيه لعب كده بالالوان وفن شوية. احنا عايزين بالميك اب نخلي في الاخر البشرة كلها متوحدة، تمام. مش عايزين حته لون وحته لون ويكون في عيوب ومشاكل في البشره باينه معايا. لا، انا عايزه اكنسل كل ده ويبقى كله كفرد، يعني مش باين معايا غير ان البشره متوحده كلها. طيب، الميك اب يقدر يتحكم لي في الالوان ويصلحها لي ويوحد لي لون البشره، لكن ما يقدرش يتحكم في اي بروز في البشره. بمعنى في اي حاجه، حبايه مثلا طالعه، حاجه ورمه بتاع، انا الميك اب مش هيشوطها كده يشيلها ويخليه البشره حته واحده. لا، هي حاجه بارزه هتفضل بارزه، او في حاجه عميقه بزياده زي ما قلنا مثلا في ندبات اوفر او حاجه، او مسام واسعه اوفر وبرايمر المسام ما غطاها ليش بشكل 100%، فهتبقى ستيل برضو موجوده بنسبه. لكن الميك اب بقى يقدر يصلح لي الالوان دي، بقى لعبتي، تمام. يعني عيوب البشره من حتى خطوط تعبيريه بتاع، يعني الملمس بتاع البشره، الشكل، الميك اب هيتحط هياخد نفس الشكل بتاع البشره، تمام. لكن الالوان بقى بصلح بعد ما خلصنا الخطوات اللي فاتت ووقفنا عند البرايمرز وحطينا البرايمر اللي انا محتاجاه عموما في وشي في كل حاجه، واستنيت دقيقتين. هبدا بقى اركز كده واشوف ايه العيوب اللي ستيل باينه معايا في البشره، عيوب قويه كالوان ومركزه كده في حتت معينه. دي بقى اللي هنستخدم لها الايه، الكالر كوركتنج. ايه هو بقى اصلا الكالر كوركتنج ده؟ يعني شكله عامل ازاي وبستخدمه في ايه؟ بصوا، هو منتج في الميك اب بيكون عباره عن الوان والوان الوان، يعني اخضر واورنج واصفر وبنفسجي وبينك ولبني، فهو الوان. بس ما تلخبطوش بينه زي ما قلت لكم وبين البرايمرز اللي فيها لون، لان البرايمر على مكان واسع واللون خفيف اللي جوه البرايمر، فبيعالج لي مشكله خفيفه بس في البشره كلها، تمام. لكن انا هنا بقى بتكلم في مشكله واضحه وصريحه وكبيره ومحدده في حته معينه، فانا محتاجه حاجه تجيب من الاخر. لان الكالر كوركتنج بيكون اللون بتاعه يعني مشبع باللون كده، يعني بيجمنتيشن قويه، الاخضر اخضر، الاورنج اورنج كده. لكن البرايمرز بتكون على خفيف وبستكفى بيها لو انا عندي عيب شامل كده في البشره على خفيف، فاهمين قصدي؟ لكن انا لو ستيل عندي حبايه حمراء قوي، عندي هالات لونها غامق جدا، عندي كدمه كده واضحه لونها ازرق، فانا محتاجه حاجه لونها قوي مركزه احطها على المشكله دي تعادل لي اللون بتاعها. يعني ايه تعادل اللون بتاعها؟ احنا دلوقتي لو انت جبتي بوهيه، البوهيه دي لونها اسود وحطيتي عليها بوهيه تانية لونها ابيض وخلطتيهم ببعض، هيطلع لك ايه في الاخر؟ هيطلع لك رمادي، صح؟ هو ده مثلا اللي هيحصل مع الهالات بتاعتنا. احنا الهالات لونها غامق، وليكن ده الاسود اللي احنا بنتكلم عنه، والابيض اللي هيتحط عليها ده هيكون الكونسيلر. فلو حطيتي الكونسيلر على طول على الغمقان ده هيبقى بيشف، او يعني عامل رمادي، يعني فاهمين؟ لان هو
لازم تعالجي اللون الاول، يعني عشان كده هي لذيذه. الكالر كوركتنج ده موضوع لذيذ، لانك بتحطي لون على لون يطلع لك لون، بتحطي لون على لون يكنسلهولك عشان تحطي اللون اللي انت عايزاه يبان زي ما هو، ما يتغيرش عشان انت حطاه على لون تاني مختلف. فبنعمل بقى المعادله دي. كل عيب في البشره ليه لون بيكنسله. وهنا هنرجع للعجله بتاعه الالوان، كل لونين قصاد بعض بيكنسلوا بعض. بمعنى انا عندي هالات هنا لونها غامق، لو حطيت لون اورنج الاول عليها وبعد كده حطيت البيج، البيج يظهر بيج عادي زي ما هو، ما يقلبش معايا رمادي. عندي احمرار، حبايه لونها احمر او التهابات او ايا كان حاجه محمره، اللي هيهديلي ده وهيظبط لي اللون لما اجي احط بعد كده الفاونديشن يبان بنفس درجته عادي، ان انا كنسل الاحمرار بلون اخضر. تمام. هحط لكم العجله بتاعت الالوان برضو كده، خديها سكرين شوت وركزي فيها، وتعالوا نعمل كده حاجه لذيذه مع بعض. بوم تخضوش، انا حاسه اني خدت عليكم قوي، بس ما قدرتش ما اعملش كده، بضحي بوشي عشانكم. بس قلت نطبق عملي، يعني عملت شويه عيوب في البشره عباره عن الوان، بالتالي مش هتقابلي الوان تاني مختلفه عن دول. ونطبق عملي بقى ونفهم الفكره اكتر ونشوف هنداريهم ازاي، ونوحد في الاخر لون البشره بعد البهدله دي كلها. لما بس شعري عشان ولابسه ابيض وحاجه غلب. اول عيب هيتكرر معاكي كتير بيبقى شائع هو اللون الاحمر، يعني الحبوب المحمره بنبقى عايزين نداريها. اللون اللي بيعادل اللون الاحمر اللي بيكنسله هو اللون الاخضر. فهاخد دلوقتي الكوركتور اللي لونه اخضر وهطبطبه بس على المنطقه اللي فيها مشكله عندي. تمام، انتي بتشوفي فين المشكله وبتحطي عليها بالظبط. هحط اللون الاخضر كده بالطبطبه. بعد ما بوزع الكالر كوركتنج بتاعي بسيبه ينشف شويه، يعني يثبت ويمسك في البشره. اللون الاخضر ده انا جايباه من السيركل بتاعه كيرلان. عموما الكالر كوركتنج بيكون كريمي، ده الاغلب والشائع المستخدم. ما بيكونش باودر. في براندات بتعمل منه باودر بس بيبقى استخدامه مختلف شويه، ما بيكونش قبل الفاونديشن زي دلوقتي، لا بيكون بعد. بس يعني خلينا في المتعارف عليه واللي هتلاقيه يعني منتشر في براندات كتير هو الكريمي. كل مشكلة عندنا هناخد اللون بتاعها كريمي، هنطبطبه عليها بالشكل ده وهنسيبه ينشف. بعد نص دقيقة كده او دقيقة هجيب سبونج مبلوله ومعصوره كويس قوي قوي قوي، يا دوب منديه ما تنزلش مني ميه، وهطبطب على خفيف. انا ولا بدوس ولا بمسح، انا عايزه اللون يفضل موجود لان هو ده اللي هيعمل لي الكفرج للمشكله الموجوده. هدمج بس الاطراف عشان ما يبقاش فيه بقعه كده واضحه، ويا دوبك هطبطب باللمس. طيب لو انا خايفة استخدم السبونج ابوظ الدنيا يبقى فيها مية تبهدل، اشيل الكفرج، او مش عارفة اتحكم ان هي كبيرة ومش عارفة ادمج بيها، ممكن تستخدمي اي براش تكون للدمج. احنا اتكلمنا بقى عن البراشز يعني كتير. تختاري فرشة دمج تكون حجمها مناسب للمساحة اللي عندك، وتدمجي كده الاطراف وتطبطبي على خفيف. وحطي في دماغك حاجة مهمة جدا، طالما هتستخدمي الكالر كوركتنج وهتدخلي لون زي الاخضر كده عشان تكنسلي بيه اللون الاحمر، ما ينفعش البرودكت اللي هتستخدميه بعد كده سواء كونسيلر او فاونديشن تبقى التغطية بتاعته خفيفة. لازم يكون فول كفرج عشان يداريلي اللون اللي انا حطاه سواء اخضر او اورنج او ايا كان. وفي الحالة اللي زي دي لو انا عندي حباية لونها احمر وكنسلتها باللون الاخضر، محطش الفاونديشن على طول، بعمل خطوة قبلها وهي ان انا بجيب كونسيلر برضو يكون فول كفرج وبطبطب على اللون، لان انا عايزة اكنسل برضو الخضار ده. طبقة خفيفة خالص، احنا مش عايزين نكتر طبقات على البشرة. فباخد كونسيلر يكون فول كفرج، ولو درجته اغمق منك سنة صغيرة يبقى برضو كويس. وبطبطب كده على المكان اللي انا حطيت فيه اللون الاخضر او اي كولر كوركتنج عندي قبل ما احط الفاونديشن. طيب اشكال الكالر كوركتنج اللي موجوده في الماركت عامله ازاي؟ احنا اتفقنا ان اغلبها كريمي. طب الباكجينج بتاعها يعني عامل ازاي؟ في زي ما وريتكم كده بيبقى كريمي مضغوطه، ممكن تبقى جوه علبه كده باليت زي باليتات الاي شادو، ممكن تكون في دوائر منفصله كده كل لون لوحده في علبه، وممكن يكون تيوب مثلا زي ده بتاع ال جيرل. حلو، احط لكم برده صور لبراندات تانية استخدمتها.
تاني مشكلة لون شائعة برضو في البشرة الهالات السوداء، وأظن مفيش أسود من كده. يعني الهالات عموما بتكون درجات في الغمقان بتاعها، وفي بيبقى غامق كمان مزرق. تمام. انتي بتختاري الكالر كوركتنج درجات، يعني احنا قلنا هنكنسل الهالات بلون اورنج. طيب الاورنج ده درجات، ما هو في فاتح وفي غامق وهكذا. بتختاري اذا كان فاتح او غامق حسب الهالات غامقه ولا فاتحه. كل ما كانت الهالات اغمق كل ما هتغمقي درجه الاورنج، والعكس صحيح. بما اني مغمقه قوي الدنيا هنا، فهستخدم درجه الاورنج الغامقه دي برضو بنفس الطريقه. بتاخدي البرودكت وبتطبطبيه في المكان اللي عندك فيه مشكله. اوقات في الفيديوهات بنلاقي ناس بتكنسل الهالات اللي تحت العين بلون بينك فاتح كده. ده بيرجع للون الهالات بتاعتك زي ما قلنا فاتحه ولا غامقه. لو هي فاتحه مش مستاهله لون اورنج، اللون البينك بيكون كويس معاه، لان عادة البينك بيعادل اي لون بهتان في البشرة. فاهمين قصدي؟ اللون شاحب كده منها. فلو الهالات خفيفة، فاللون الاورنج ليه احط اورنج واكنسل الاورنج اللي انا حطيت لون قوي وهي اصلا الهالات بسيطة؟ فاللون البينك الفاتح ده بيظبط معايا الدنيا. ممكن برضو لو معاكي كونسيلر غامق الدرجة بتاعته غامقة، بينفع برضو معانا، خصوصا لو هو درجته على اصفر. يعني فاهمين؟ على اصفر على اورنج، هو يعني كونسيلر غامق، هينفع برضو، مش هيقول لا. وده يخلينا نتكلم في نقطة مهمة. لو أنا أصلا ما عنديش أي color correcting، يعني لو قلنا إن الكونسيلر بيحل محله لو هو غامق مكان اللون الأورنج، طب أي لون تاني أنا مش عندي البرودكت ده، مش مشترياه، أتصرف إزاي؟ أنت في تريكاية حلوة كنت عملت لكم فيديو عنها قبل كده، ممكن ترجعي ورا شوية تشوفيها. إن أنت تكريتي بقى تعملي الكالر كوركتنج بتاعك بأي اي شادو باليت يكون فيها اللون اللي أنت عايزاه، ده أصفر أخضر أيا كان، وتاخدي شوية من الاي شادو الباودر ده وتمكسيه مع كونسيلر، هيطلع لك احلى كلر كوركتنج وهيمشي برضو، مش هيقول لا. كده انا استنيت شوية هنا، هعمل نفس الكلام ان انا ادمج كده الاطراف وطبطب بالراحة خالص على اللون. كونسيلر بقى فول كفرج، ونفرد طبقة خفيفة منه هنا. اللون الاورنج زي ما اتفقنا تكنسلي بيه اي هالات غامقة، وممكن يعني اي غمقان في البشرة، كلف مثلا من الشمس، فاهمين قصدي؟ غمقان حوالين الفم هنا المناخير بيكون في حتت غامقة، ساعتها هنكنسلها بالايه؟ بالاورنج. واهم حاجة التكنيك بتاعك وانتي شغالة. انا كل ده بطبطب، بحط الفرشة وبشيلها، انا مش عايزة امسح واحرك حاجة من مكانها، وده هيفرق معاكي كتير. طالما هتستخدمي color correcting لازم تعملي كده. وبعد ما استنيت دقيقة كده برضو هطبطب، علشان مش عايزة طبقات من الكونسيلر، عايزة طبقة خفيفة خالص. انا مش هتعصب، انا مش هتعصب عادي، مفيش مشكلة، بس الجزء الموف ما تصورش عادي عادي. بس هو الموضوع بيبقى ساتيسفاينج بالنسبه لي، فبحب اشارككم اللحظه دي. هو الموف احنا عموما بنكنسله باللون الاصفر، فانت لو عندك اي كدمات او الكلاينت لقيتي فيه اي كدمه، اي حاجه قلبه كده مديه على لون بيربل، فترجعي للسيركل بتاعه الالوان، هتلاقي ان اللون الموف بيقابله اللون الاصفر هو اللي بيكنسله. فاستخدمت الكوريكتور الاصفر ده. طبعا احنا حفظنا الخطوات، نعملها بقى سريعا. استنيت شوية وطبطبت، وبعدين الكونسيلر، واستنيت شوية على الكونسيلر وبطبطب برضو. اوقات الكدمات بتاعتنا لونها بيختلف، يعني بيتغير كده، تلاقيها خضرت شوية مصفرة، اللي هو الاصفر، او مدي مخضر فاتح شوية، ممكن شبه كده شوية، او اي عيوب لونها اصفر ممكن يقلب معاكي على اورنج غامق بني فاتح شويه كده. فانت لو بصيتي هتلاقي ان الاصفر والاورنج بيعادلهم في البربلات، فانت هتختاري بيربل فاتح او غامق على حسب اللون عندك غامق ولا فاتح. يعني هنا هستخدم بيربل فاتح، هنا هستخدم بيربل غامق شويه. كونسيلر، لا سحر ولا شعوذه، بس ايه رايكم؟ مش لعبه حلوه؟ اي نعم وشي باظ وهيشتمني، بس يلا فداكوا فداكوا. هنا البيربل الغامق زي ما اتفقنا،
كونسيلر. عايزين بقى انتوا تجربوا، مثلا عندك هالات جربي حطي في عين كوركتور وفي عين تانية لا، استخدمي الكونسيلر على طول، خصوصا لو كونسيلر فاتح كمان للتنوير. وهتلاحظي بقى الفرق، يعني هتلاحظي غياب او عدم استخدام الكوركتور هيبين الشكل ازاي. يعني انت ممكن يتهيألك ان انا لو استخدمت الكونسيلر ده على طول هيخفي، ايه لازمة الكوركتور؟ لا، جربي كده العكس وشوفي، هتلاقي ان دي خطوة اساسية لو انتي عايزة تلغي لون المشكلة اللي عندك. انتوا قولوا لي بقى، الازرق يتحط عليه لون ايه؟ في الاورنجات برضو على حسب هو يعني ازرق غامق قوي ولا فاتح. يعني الهالات زي ما اتفقنا لو مزرقة بتبقى في الاورنج، لو كدمة مزرقة برضو اورنج. طبعا انا واخده تان رهيب، اكيد خدتوا بالكم من فرق لون بشرتي في الفيديوهات الاخيره حتى عن النهارده. فما علينا ان الكونسيلر اللي انا مستخدماه افتح مني انا، بس كنت عايزه اوريكم التكنيك ونتعلم النهارده ازاي نكنسل المشاكل اللي في البشره والالوان، والمهم ان هو يكون فول كفرج. بس طبعا هو حاليا افتح مني، بس انا لو هكمل الميك اب دلوقتي اقدر اظبطه بالكونتور وبالباودرز، وهنتعلم ده مع بعض يعني في الحلقات الجايه. لو انتي حصل معاكي حاجه زي كده واخترتي كونسيلر او فاونديشن ما كانش بيماتش قوي مع البشره، او اضطريتي تستخدميه عشان هو الحاجه الفول كفرج مثلا اللي موجوده قصادك حاليا، ازاي تعدلي ده فيما بعد. المهم فاجنوري يعني اللون بتاعه. انا دلوقتي بفاونديشن خفيف كده، خدت يعني كميه خفيفه قوي، وبمشي بس على وشي كله برضو طبطبه، لان نراعي ان احنا يعني مؤسسين حاجات فما نبوظهاش. فبالطبطبه كده بمشي علشان اوريكي بس الشكل، يعني النتيجه حد يصدق ان الوش ده اللي كان مبقع بالوان كتير. فقلت اوحد لك بس كده اللون مع بعضه، وادمج الحتت اللي كان فيها الكونسيلر مع باقي الوش، يعني فاهمه بتنتوفت كده فاونديشن. لكن طبعا الحلقه الجايه هنتكلم باستفاضه عن الفاونديشنز، ازاي تختاري درجه الفاونديشنز بناء على التون وعلى الاندر تون، وانواع اصلا الفاونديشنز والبيز بتاعها اللي بيختلف، اللي بيكون مائي وغيره. وهرشح لك كمان انواع كتير لكل نوع بشره، وكميك اب ارتست مبتدئه مثلا تجيبي ايه للسواريه، للخطوبه، للزفاف. شكرا جدا لو انتوا كملتوا الفيديو للاخر وما زهقتوش مني. اتمنى تكونوا استفدتوا وطلعتوا باي حتى معلومه صغيره تكونوا معرفتوهاش قبل كده، تبقى جديده عليكم، تكونوا استمتعتوا وانتوا بتتفرجوا والموضوع كان ساتسفاينج يعني بالنسبه لكم. انا بحبكم قوي قوي قوي. اكتبوا لي في التعليقات لو عملتوا اللعب بالالوان ده قبل كده وايه الدنيا، اكتبوا لي استفدتوا ايه، اكتبوا لي عايزين نتكلم في ايه تاني. بحبكم، باي باي.